جبت مجموع طب ودخلت اول سنه وجبت امتياز. مش كفايه، لازم تجيب تقدير طول السنين. خدت البكالوريوس واتخرجت بتقدير حلو ومع مرتبه شرف. مش كفايه، لازم ترتب على الدفعه. جبت ترتيب كويس. مش كفايه، لازم تبقى من الاوائل. دخلت قسم معين. مش كفايه، لازم تذاكر من الاول كل حاجه عشان تفتكر. ذاكرت. مش كفايه، لازم تفضل ابديتد. بدات سكه الماجستير. مش كفايه، لازم تنشر ابحاث في مجلات دوليه. خلصت الماجستير. مش كفايه، ازاي انت لسه ما عملتش دكتوراه؟ هتفضل مش كفايه مش كفايه مش كفايه. ودي يمكن واحده من اخطر الحاجات في الطب، ان الطب ممكن يخليك طول الوقت حاسس انك مقصر. كل ما توصل لمحطه تكتشف ان في محطه تانية بعدها. كل ما تحقق حاجه كنت فاكر انها هتخليك تراضي عن نفسك، تلاقي نفسك بتبص للحاجه اللي لسه ناقصاك فتجري وراها وتوصل، فتلاقي واحده بعدها فتجري تاني لحد ما تكتشف انك قضيت سنين من عمرك بتجري وبس، مش عشان توصل لكن علشان تثبت لنفسك وللناس انك كفايه. ويمكن اسوأ حاجه في الموضوع انك تبدا تربط قيمتك بالمرحله اللي لسه ما وصلتلهاش. انا مش كفايه عشان لسه مش من الاوائل، انا مش كفايه عشان لسه ما نشرتش ابحاث، كفايه عشان لسه ما حضرتش دكتوراه، انا مش كفايه عشان لسه ما وصلتش. بس الحقيقه ان الطموح مش هو المشكله، انك عايز تبقى احسن وتتعلم اكتر وتوصل لمكان اكبر، ده شيء جميل. المشكله انك تفضل طول عمرك مستني اليوم اللي هتوصل فيه عشان تسمح لنفسك تقول انا كفايه، لان ممكن اليوم ده ما يجيش، في الغالب مش هيجي. ممكن كل ما توصل سقفك يعلى وكل انجاز يتحول لمجرد شرط عشان تبدا تحب نفسك، وساعتها هتعيش وتموت وانت بتجري ورا سراب، ورا امنيه انك في يوم من الايام تقعد ترتاح وتاخد نفسك، ورا فكره شبه الهزليه انك تكون يوم من الايام كفايه. ويمكن ده بالظبط اللي اتقال من سنين: واسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان، واستعرف بعد رحيل العمر بانك كنت تطارد خيط الدخان. فاسعى، ذاكر، اتطور، انشر، خد الماجستير والدكتوراه وبقى استشاري لو ده حلمك. بس وانت بتجري ما تنساش تعيش، وما تخليش الحاجه اللي لسه ما وصلتلهاش تخليك تنسى قيمه كل حاجه وصلت لها. اسعى لانك عايز تكبر، مش لانك شايف نفسك ناقص، لانك من البدايه كنت كفايه.